للتراث، التراث النسوي عموما، يعني التراث المغربي، وخصوصا التراث النسوي لنساء مراكش. ولهذا تيحمل هذا العنوان نساء مراكش تقاليد مدنية وفنون عيش، لأنني أنتمي لهذه المدينة، وحيث استقر بها أجدادي ما يزيد عن قرنين ونصف. ولذلك عشت في واحد الوسط منذ نعومة أظفاري، منذ أن فتحت عيني وأنا مع مجموعة من النساء كثيرات. تعرفي في هذاك الوقت أنا دابا الآن عندي ما يزيد عن 7 عقود، وفي ذاك الزمان كانوا المنازل والديور والرياضات في مراكش فيها مجموعة من النساء، مجموعة من الأسر. في الهرم تيكون الجد والجدة، وتيكونوا النساء يعني الكنات والبنات ومسخرات، وبعض الأحيان حتى نساء اللي مثلا من العائلة وتيكونوا ما عندهمش اللي يعيلهم، ولا تأخر عليهم الزواج، ولا عندهم مشاكل، ما عليناش. يعني مجموعة من النساء وهذوك النساء أنا اللي عشت معاهم، يعني واخا هما كان محظور عليهم التعليم ذاك الزمان، ما كيتعلموش، ما تيدخلوش للمدارس، ولكن تيتقنوا أشياء أخرى، خبيرات في مجالات أخرى، في الحرف اليدوية، من تطريز، من خياطة، من طبخ جميل وأنيق. الطبخ المغربي كتعرفي تبارك الله راه ما يقدش علينا شي حد. وثانيا تنزور بزاف دار جدي وبات امي رحمه الله، هذاك ثاني نوع اخر، يعني وتيمثل هذاك الزمان اللي الرجل عنده الحق ياخذ 4 ديال الزوجات في آن واحد، بحيث كان عنده 4 زوجات في آن واحد، وخدم وحشم، لأنه تبارك الله كان إنسان مثير. هو من كبار الفلاحين والتجار المراكش الحاج حسن المنصوري رحمه الله. ولهذا أنا عشت ثاني تنشوف وسط آخر، وهذوك النساء يعيشن في انسجام. طبعا تيكونوا مشاحنات، كتعرفي الضرائب، ولكن الانسجام هو السائد. والولاد والبنات تبارك الله ما كاينش الفرق ما بين هذا مو بوحدها وهذا مو بوحدها، كل شيء رابطه نتاع الاخوه. ولذلك اختزنت ذاكرتي مجموعه من الاشياء، من فيما يخص حفلات، فيما يخص تقاليد، اعراف، طقوس كثيره جدا. ومن بعد ملي كبرت وتوظفت مهنة التدريس ثاني، سبحان الله أنا تعينت في ثانوية اللي فيها أغلبنا نساء. المديرة كانت امرأة رحمها الله، لاله مريم بن عبد الرازق، امرأة فاضلة، ومع مجموعة من النساء كثيرات. كاينين الأساتذة طبعا معنا، ولكن نساء بزاف اللي كانوا أستاذات اللي معايا واللي في الإدارة. ولهذا اختزنت ذاكرتي كثير من التقاليد ومن طقوس وأعراف وأشياء من هذا القبيل. ولهذا قلت علاش ما نوثقها، لأن التوثيق هو اللي تيبقى. خاصة أنني لاحظت هي منذ شي 3 أو 4 عقود وقع واحد التغيير كبير في المجتمع. ما بقاش بزاف ديال الأشياء اللي اندثرت، وكثير من الاشياء اخرى في طريق الاندثار. يعني واحد الفرق مهول اللي وقع ما بين في الروابط الاجتماعيه، في اشياء كثيره. وقلت هذا الجيل الحديث لا يعرف شيئا، يجهل الكثير عن هذه الامور وعن التراث لاجداده وجداته، خاصة هاد وسائل التواصل الحديثة اللي هي بعدت هاد الجيل هذا على كل شيء، ولا من هامك كيف هادوك الآلات ودوك لي غادجيت اللي تيستعملها يوميا. هذا هو السبب اللي جاني باش نكتب هاد نساء مراكش تقاليد مدنية.